موضوع النهارده موضوع شيق وطويل شويه، فاحنا جبنا له كوبايه قهوه. انا عايز بس قبل ما ابدا اوضح كام حاجه. اوكي. اي كلام انا هقوله هيبقى مبني على ابحاث طبيه ودينيه. انا ما بجيبش حاجه من عندي. يعني انا اي كلمه هنطقها مش من عندي. هاجي بس في اخر الفيديو هقول رايي الخاص. انما انت خد اللي هقوله من الابحاث الطبيه والدينيه، ماشي، اللي انا بحثت فيها، وشوف انت عايز تعمل ايه. بس ده كده ديسكليمر كده في الاول عشان ايه؟ الموضوع يعدي على خير يعني. احنا كلنا عارفين ايه العاده السريه. العاده السريه سواء للولد او للبنت وبيسموها بالعربي الاستمناء. كلنا عارفين بقى ما هو الاستمناء، مش هخش في تفاصيل الموضوع. نبدا الموضوع من الناحيه الطبيه. هل العاده السريه ليها اضرار؟ هل ليها نوافع؟ هنشوف. اولا بالنسبه للنوافع، نبدا بالنوافع ونخش في الاضرار بعد كده. النوافع، نوافعها قليله جدا. اوكي، يعني في ابحاث بتقول ان انت لما بتمارس العاده السريه بيحصل كالاتي: ان انت الضغط اللي عليك بيقل، بتبقى في حاله مزاجيه احسن. ضغط، يعني لما قلت الضغط انا قصدي الضغط العقلي، والضغط اللي هو بتاع انك عندك شهوه وعايز تطلع اللي جواك. لان الحيوان المنوي او السائل اللي بتطلعه البنت بيكون لما بيتراكم بكميه كبيره بيبقى ضغط، فهم عايزين يطلعوه. فانت بتفضي ضغط هنا، وبتفضي ضغط من تحت، الاتنين مع بعض. بيساعد الحوامل على سبيل المثال في الفترات اللي هي بيبقى صعب انها تمارس الجنس مع جوزها، علشان طبعا بيبقى مثلا بطنها كبرت، او بيبقى الموضوع نوعا ما خطر شويه على البيبي. بس طبعا الستات وقت الحمل بتكون الشهوه الجنسيه عندهم عاليه بسبب الهرمونات اختلافها وهكذا. فبيبقى كويس بالنسبه لها انها تعمل حاجه زي كده وبس. يعني الفوائد مش فوائد، يعني حاجة هتفيدك، اللي هو مثلا على سبيل المثال انا باكل بروتين فهبني عضلات. لا، الفوائد فوائد عادية جدا. انت ممكن تجيب الفوائد دي لنفسك عن طريق 50,000 طريقة تانية. اوكي. الاضرار بقى اللي بتيجي من العادة السرية، الولد والبنت، احنا بنتكلم على الولد والبنت. اولا لما بتعمل العادة السرية كتير، ده بيؤدي اولا، انت طبعا في احتكاك في العضو التناسلي عندك، فده بيؤدي لالتهابات للولد والبنت. تاني حاجة الحالة المزاجية بتنعكس بقى، بدل مثلا ما قالوا في الفوائد انها لو عملتها مرة ولا اتنين بتخفف الضغط. فانت لما بتعملها كتير بتزود الضغط. ليه؟ علشان بيبدأ عندك حالة ارهاق، وبتبقى انت مش قادر تعمل حاجه. فبالتالي ما بتبقاش productive او creative. وproductive اللي هو انت تبقى بتعمل حاجه في حياتك، تفضل قاعد ما بتعملش حاجه، مرهق تعبان. الحاجه التالتة من الاضرار، بتبقى معظم الناس على حسب الدين بتاعهم وكده فبيحسوا بنوع من الندم، فده بيأثر عليهم هنا. فالموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبه لهم بعد ما بيخلصوا يعني العاده السريه وكده. بيبقى الموضوع بالنسبه لهم انا عملت كارثه، انا عملت حاجه، عملت ذنب كبير. فالموضوع بيأثر عليهم من منتلي، يعني في مخهم. يعني من ضمن ان الموضوع بيأثر عليك لما انت بتعمله كتير في التعب. انت طبعا بقى شوف انت بقى، يعني لما تعمل الموضوع كتير ممكن ايه اللي ممكن يحصل تاني. انت اولا بتنعزل عن الناس، بتنعزل عن اهلك، بتنعزل عن اصحابك، بتنعزل عن المجتمع في حد بشكل عام. فبالتالي علاقاتك مع الناس بتقل، وانت هيبدأ الموضوع يبقى ادكتيف بالنسبة لك، هيبقى ادمان. فتراكمه هيفضل يزيد يزيد يزيد، انت مش هتعرف تخلص منه. زي ادمان المخدرات، وزي ادمان الخمر، وزي ادمان حاجات كتيرة جدا. بيبقى الموضوع بالنسبه لك انا لازم اعمله لازم اعمله خلاص. مش بيبقى الموضوع بقى الشهوه وبتخلص، لا، بيبقى ايه؟ زي ما تقول كده حاجه روتينيه بتعملها كل يوم. فطبعا مش حاجه سهله ولا يعني حاجه هينه انك تعدي بيها. في نفس الوقت بتحسسك ان انت يعني انسان قذر من جواك نوعا ما. يعني في ناس بتحس بكده، يعني اغلبيه الناس بتحس بكده. من ضمن الاضرار اللي بتيجي بيها ان انت طبعا علشان تمارس العادة السرية لازم تشوف أفلام إباحية. مش لازم، ممكن تبقى صور، ممكن تبقى أفلام، ممكن تبقى أي حاجة من نفس النوعية دي. وأصلا مشاهدة الأفلام الإباحية في حد ذاتها، ممكن أعمل لها فيديو مختلف، بس مشاهدة الأفلام الإباحية في حد ذاتها بتدمر خلايا المخ.
هنتكلم في الموضوع ده بعدين ممكن في فيديو تاني. انما مشاهدة الافلام الاباحية مش اصلا كويسة ليك، وبرضه اضرارها كتيرة جدا. فانت علشان تعمل عادة سرية بتضطر تشوف افلام اباحية، او بتقعد بقى تتخيل شخص في دماغك معين انت مثلا عايز تكون معاها او عجباك، او معاك في الكلية، معاك في المدرسة، شفتها في التلفزيون، ممكن تكون ممثلة، ممكن تبقى مغنية، ممكن تبقى اي حد. فانت لما بتفكر في بنت مثلا معينة ولا حاجة، برضه مش حاجة كويسة، علشان انت يعني مش 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 حاجة كويسة انك تفكر في بنت ايا كان بقى معاك في الشغل، او تعرفها في المدرسة، او شفتها في الشارع، او ايا كان، وتفكر فيها بالاسلوب ده. فيعني دلوقتي هنخش في البدع اللي طلعت على العادة السرية، اللي هو لو عملتها بتعمل الحاجات دي. من ضمن الحاجات، لو عملت العادة السرية ركبك هتبقى وجعاك او هتبقى سايبة. غلط، مفيش اي ابحاث بتثبت كده. لو عملت العادة السرية نظرك هيضعف. غلط، مفيش اي ابحاث بتثبت كده. لو عملت العادة السرية هتأثر في عمرك. غلط، مفيش أي حاجة بتثبت كده. لو عملت العادة السرية هتأثر على قوتك الجنسية لما مثلا تيجي تتجوز وتنام مثلا مع مراتك. غلط، مفيش أي أبحاث بتثبت كده. كتر العادة السرية بيقلل من الحيوان المنوي، فبالتالي لما تيجي ساعة الإنجاب مش تعرف. غلط، مفيش أي أبحاث بتثبت الكلام ده. الحاجة اللي ممكن تأثر عليك جسديا من العادة السرية هو اللور باك بين، الوجع في الظهر السفلي. وده لعدة أسباب. يعني أنا مش عايز أطول الفيديو قوي برضو ماشي، عشان لو دخلت في تفصيلة كل سبب مش هنخلص. إنما ده من ضمن الأسباب. ده تقريبا ملخص الموضوع من الناحية الطبية، ومن ناحية الاكسبيرينس، من ناحية اللي الناس بتحسه فعلا لما بتعمل كده. نخش في الدين بقى. ماشي، انا اولا مش شيخ ولا انا عالم. انا زي ما قلت الحاجات دي كلها مبنية على الابحاث اللي انا بعملها. انا راجل عادي جدا، بحب ديني وبحب اقرا فيه وبحب ابحث فيه زي ما ببحث في كمال الاجسام والفتنس. الدين ده هو جزء من حياتنا. جزء ايه ده؟ هو حياتنا كلها اصلا. فبالتالي لازم اعرف الدين ده بيقول لي علشان اعرف اطبق احكامه كويس. طبعا احنا بني ادمين بنغلط، بنذنب الحاجات دي كلها، بس الحمد لله احنا عندنا رب كريم غفور بيغفر لك لما انت بتبقى انت عندك النية الصادقة انك تتوب. فبالتالي ان الواحد يغلط ويعمل ذنب دي مش حاجة غلط. هو الغلط في ان انت تفضل عندك العزيمة انك تكمل في الغلط وما تتوبش وتحاول تتراجع عنه. هل اصلا العادة السرية حرام ولا مكروهة؟ مفيش اي اثبات ان العادة السرية حرام. مفيش لا آية ولا حديث. يعني مفيش آية بتقول بالنص كده ان العادة السرية اتحرمت، او في حديث قال ان العادة السرية اتحرمت. انما في بعض العلماء اتكلموا وقالوا وجابوا الآية اللي هي بتقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يا رب ما كنتش غلطت في الآية. بيقولوا ان الايه بتقول والذين هم لفروجهم حافظون. فاللي بيحافظ على الفرج بتاعه الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم، يعني طبعا لو انت مع زوجتك الموضوع ما فيهوش كلام، انت تعمل اللي انت عايزه عادي. هما بقى بيجيبين في الحته بتاعت ايه ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. يعني اي حاجه بقى او اي حد هيعمل اي حاجه وراء ذلك، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انت تكون مثلا مع مراتك فاولئك هم العادون. فهم اخدوا فمن ابتغى وراء ذلك وحطوا من ضمنها اللي هو ايه؟ طب ما هي العاده السريه وراء ذلك فبالتالي هي حرام. بس علماء تانية قالت لا. لو كانت هي حاجه تتحرم كانت جت بالنص تتحرم كده، انما هي مكروهه. طيب هل بقى سيدنا النبي مثلا قال للناس انها تعمل كده؟ ان انت مثلا لو مع اتجوز بس لو ما عندكش القدره تروح تعمل العاده السريه؟ اكيد لا طبعا. لما سالوا سيدنا النبي قال للناس اللي هو مش هو بالعاميه كده قدر الامكان حاول تتجوز. طب لو انت مش قادر فقال لهم صوموا، لان الصيام بيمنع الشهوات الجنسيه وكده. احنا دلوقتي في عالم كله جنس وكله ناس عريانه وكله مواقع اباحيه ببلاش وكله منفتح على بعضه، وبقى الموضوع صعب جدا. طبعا بنحاول قدر الامكان انك ترد بصرك، بتحاول قدر الامكان انك ما تبصش على حد، بتحاول قدر الامكان، بس طبعا صعب لان كل اللي حواليك ضد ده، او كل اللي حواليك مش بيدعم القضية دي انك ترد بصرك وانك ما تعملش. طبعا الكلام للاتنين الواد والبنت يعني. بس فده باختصار الابحاث اللي انا عملتها في الدين عن موضوع العادة السرية. الاضرار اللي احنا اتكلمنا عليها هو طبعا اصلا في الدين
اي حاجه مضره بالانسان فتعتبر حرام، او يعني مش تعتبر، هي حرام. فعلشان كده انا مش عايز اقول رايي او اقول حرام ولا حلال، لان انا مش في المكانه ان انا اقول هي حاجه حرام ولا حلال، انا بس بنقل. اوكي. انما الاضرار اللي احنا اتكلمنا عليها، ما دي حاجه بتضرك انت. اوكي. فبالتالي ما ينفعش انك تعملها. حاجه تانية، انت عشان زي ما قلنا، عشان تعمل العاده السريه، محتاج انك مثلا تشوف صور او افلام. ما دي حاجه برضو مش مباحه. طبعا بقى مع برضو الانعزال الاجتماعي، وان انت خلاص بقى بتبقى انت في الموضوع ده كده على طول، ومش عارف تعمل حاجة في حياتك. ما فيش انت ما بتعمرش في الارض، وما بتعملش حاجة تفيد المجتمع، ولا تفيد نفسك ولا اهلك ولا غيرك. طبعا كل ده ضد اللي ربنا عايزه. انما اقول بقى رأيي الخاص. طبعا مش رأيي في الحرمانية، لا، رأيي في ايه؟ عشان انا برضو انا شاب زيكم، ويعني وعديت بالحاجات دي. فانا اللي عايز اقوله دلوقتي بالاخر يعني، حاول تتجوز قدر الامكان. انا عارف ان الجواز صعب، وان الاهالي مصعبين الجوازات بطريقه مش طبيعيه، وان الاسعار ما تساعدش ان اي حد يتجوز، والدنيا بايظه. بس حاول، ربنا معاك، استعين بالله، اعمل على قد ما تقدر، واسعى. واسعى بنية اللي هو ايه، يا رب انا بسعى علشان انا عايز اتجوز، انا عايز اتعفف، انا عايز ما امشيش في الحرام، انا عايز اكون مع واحدة في الحلال. واتكلم مع ربنا، وربنا اعلم بالنوايا يا جدع، ربنا اعلم بالنوايا. اتكلم مع ربنا واسعى في الارض، يعني انتشر كده في الارض واسعى، وقول لربنا انا بسعى علشان انا عايز الحاجه الفلانيه. صدقني ربنا هيكرمك. لو ربنا حتى مش كاتب لك رزق واسع، فهيكرمك باهل من اهل بنت هيسهلوا عليك العمليه، مش هيصعبوها زي ما بقيه الاهل بيصعبوا. صدقني، ثق في ربنا وكمل. ما عرفتش تتجوز، الموضوع بقى قافل قفله وانت خلاص مش عارف تعمل ايه. اوكي. انا اللي شايفه انك تعمل عاده سريه احسن مليون مره من ان انت تروح تزني مع واحده. دي ما فيهاش كلام. دي ما فيهاش كلام. هتقول لي طيب ما هو انت لما بتشوف حاجه، ما هو ده زنا النظر وحاجات، ماشي، بس مش في نفس مقام الزنا الحقيقي لما بتزني بواحده. انت الزنا بواحده دي فيها مليون الف ذنب اصلا. الموضوع الزنا يعني مش حاجه هينه. فبالتالي انا شايف ان انت لو هتعمل دي او دي، لا، انت يا عم روح اعمل عاده سريه، مش عايزين زنا، متشكرين. ده ذنب مفيش لعب فيه. مش معنى كده ان انا بقول لك روح اعملها، اوكي، عشان بس الناس دايما بتاخد الكلام بتفهمه غلط. ما تروحش تعملها. حاول قدر الامكان انك تتمالك نفسك، وحاول انك تصلي. الصلاه بتنهى عن الفحشاء. صلي كتير، ادعي كتير، اتكلم مع ربنا زي ما قلت، ادعي واسعى. ويوم بقى ما تزنق بيك خالص بقى، انت مش عارف تعمل ايه، خلاص يا سيدي، يعني فاهم. بس يعني لو هنتكلم في ان انا اعمل عاده سريه ولا ازني، لا، انت طبعا خليك في العاده السريه، ما تزنيش مع حد طبعا يعني. فده رأيي اللي انا كنت عايز اقوله. طبعا مش رأي حرمانية ولا رأي ان انا حلل او حرم، بس اللي هو ايه، انت هتحط لي حاجة قصاد حاجة من الكبائر، لا، انا اعمل الحاجة دي اللي هي برضو بذنب، بس يعني او حاجة مش كويسة تتعمل، اعملها احسن ما تعمل لي ذنب كبير. ده وجهة نظري الشخصية. بس فانا كده نقلت لك الحاجات الطبية، نقلت لك رأي الدين والابحاث اللي انا عملتها، وقلت لك رأيي الشخصي في ان انت لما تضيق بيك الدنيا تعمل ايه، وبرضه قلت لك نصيحة في انك ازاي انك تطلب من ربنا انك تعف نفسك. صدقني صدقني، انت لما تطلب من ربنا حاجة وتسعى لها بجد بجد بنية صادقة، صدقني ربنا هيقف معاك. صدقني والله. وزي ما انا قلت، لو ما رزقكش بفلوس كافية، هيرزقك بأهل بنت يسهلوا عليك الموضوع، ما تحتاجش الفلوس الزيادة علشان تتجوز. هيسهلوا عليك الموضوع، يا اما هيساعدوك، يا اما يقولك يا عم انت راجل محترم، احنا شاريينك، وزي ما تيجي. بس ثق في ربنا، ثق في ربنا وامشي في طريق ربنا. صدقني هتلاقي الدنيا حتى لو مش سهلة في الأول، هتصعب هتصعب هتصعب، وهتيجي في الآخر تتسهل. بس do not give up، ما تستسلمش. بس. وده كان فيديو النهاردة.
اتمنى يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامز اب، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت ما عملتش، واشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله.